قبل كده اتكلمنا في إنه في فشل في العلاقة، وقُلنا إن ممكن يكون الشاب هو اللي عنده مشكلة وممكن تكون الفتاة. النهارده عايزة أكلمكم على المشكلة اللي بتحصل عند الفتاة، لإن كتير جدًا بيبعتوا يسألوني، هو أنا أعرف قبل ما أتجوّز إنه أنا هيبقى عندي تشنُّج مهبلي؟ الأبحاث العلمية قالت إنه لا يمكن نعرف حد هيبقى عنده تشنُّج مهبلي والّا لأ، we cannot predict، ما نتوقعش. نقول إن الأكثر نسبة حدوثًا هو ممكن تبقى الشخصيات الانطوائية، الشخصيات اللي هي بتخاف إنها تجرّب حاجة جديدة، الشخصيات الوسواسية. نسب حدوث التشنج المهبلي اللا إرادي عندهم أعلى من الآخرين، لكن مش كل واحدة عندها وسواس، لكن مش كل واحدة عندها هي انطوائية بطبعها بالحتمية هنلاقي عندهم تشنج مهبلي لا إرادي، لأنه هو بتبقى تضافر عوامل كثيرة وعشان كده بيحصل عندها. طيب واحدة تانية مرة عدت عليا وسألتني هو ينفع يكون وراثي؟ أقول لها لا، التشنج المهبلي مش وراثي، لكن هو اللي وراثي الاستعداد للتوتر والقلق والخوف من أي جديد. في شخصيات كده حوالينا تلاقوها دايسة في أي حاجة، في شخصيات لا بتخاف، تحب دايما تبقى حريصة، تبقى عارفة دايما احنا هنعمل ايه ومفروض نحس بإيه ونحط فين ونشيل منين، ولا ما تحطوش الورق هنا، لا حطيه هنا. يعني في شخصيات كده تحس ان هي اي خروج عن النمط اللي هم متعودين عليه بيعمل لهم توتر نفسي عالي، فلا يحبون تجربة الأشياء الجديدة. دي شخصيات ممكن تكون أكثر عرضة إن تجربة جنسية جديدة بالنسبة لها ده هيبقى شيء مش مضمون. دي شخصيات أكثر عرضة إنها تعاني من التشنج المهبلي اللا إرادي، وما عندناش حاجة تقول إنه عشان هي كده هيجي لها كده، لا بس لما يحصل ده استعداد، لأنه نمط الشخصية خليها ما تحبش جديد، ما تاخدش خطوة ما تعرفهاش، لازم كل حاجة تبقى محسوب. والعلاقة الجنسية هي عاملة زي بالظبط المشاعر الفياضة، أحاسيس بتيجي طول الوقت، فبيبقى الواحد مش عامل حسابه واتس نيكست، إيه اللي جاي بعد كده، فمحتاجة درجة عالية من الارتجال والتأقلم مع الجديد ومع اللي بيحصل. لكن الناس اللي هي ماشية كده ستريكت ومع البقى تحس ان هم ما بيعرفوش يتبسطوا كويس ولا يبسطوا اللي معاهم. طب التشنج المهبلي ده هو بيتعالج؟ طبعا في عندنا وسيلتين للعلاج، يا اما علاج تدريجي توسيع تدريجي تعمله هي الست لنفسها تحت اشراف طبي، او بعلاج البوتوكس، وده المتخصصين فيه دكاتره جراحه امراض نساء وولاده، في ناس معينه بتشتغل فيه. طب هو العلاج بيخليها تبقى توتاله كده زي الاول زي ما كان المفروض يحصل يعني، وانه ما فيش اي مشكله؟ ممكن وممكن لا. ليه؟ لاني لازم اعرف الاسباب، اذا كان في اسباب نفسيه ادت الى حدوث هذا الامر والتشنج المهبلي اللا ارادي. من اكتر الاسباب غير طبع الشخصيه التعرض لاساءه جنسيه. كتير حكولي ان اثناء طفولتهم اتعرضوا لتحرش جنسي بشكل او باخر في مراحل عمريه مبكره جدا، وهتستغربوا الذاكره مش فاكره الحادثه نفسها، لكن ممكن يبقى جسمها هو اللي فاكرها، عشان كده جسمها بيستجيب لوجود مؤثر اللي هو الزوج بيقرب من المنطقه دي اللي هي زمان وهي صغيره حست بخوف ورعب، جسمها هو اللي يبتدي يتفاعل مع هذا الشعور بالخوف رغم ان هي مش فاكره الحدث. كتير منهم ما بيبقوش فاكرين، ومع العلاج بيفتكروا ويبتدوا يتحسنوا ويتعالجوا من تأثير هذه الإساءة الجنسية اللي أدت إلى صدمة. عشان كده ساعات في ناس لما تيجي تتعالج بنلاقي إن هم مستعجلين بسرعة، بس أقول لهم في حاجات لازم نحلها كويس، لو اشتغلنا بسرعة إحنا كأننا أي حاجة مش موجودة بندفنها تحت السجادة، لما بيكتر الدفن تحت السجادة ونتويها تحت السجادة، لو إحنا ماشيين في البيت عادي ممكن نتكعبل، وده بتتكعبل في العلاقات الإنسانية ما بين الراجل ومراته، تلاقي دايما في عندها هروب من العلاقة. حتى لما بتتعالج راحت حقنت بوتوكس، اخدت موسعات واشتغلت بيه، لكن برضه لسه في مشكله مع فكره الجنس في حياتها، هي ما هياش شايفه نفسها تستاهل، لانه ببساطه شديده في مشاعر وحشه دخلت لها في وقت غصب عنها، كانت طفله صغيره مش عارفه ان اللي بيحصل ده غلط، بس حست انها مش مستريحه له. يفضل الاحساس ده مستخبي لحد ما تيجي مناسبه ويبتدي الاحساس ده يطلع في صوره جسمها نفسه هو اللي بيعبر. عشان كده الاقي ستات تيجي تقول لي لا في اماكن في جسمي ما يلمسهاش، اقول لها يبقى في حد قبل كده ضايقك في الحته دي وما زال هذه المكان وهذه المضايقه شعورك بيها دافين جواك. عشان كده جزء من العلاج بيبقى علاج الصدمات. صدمه لها طريقه علاج مختلفه عن اي نوع تاني من العلاج النفسي، فلو اي حد شاف ان عنده المشكله دي، سواء هو لقط انها عند مراته او هي حست ان عندها المشكله دي، يا ريت ما تتاخروش في العلاج. ليه بقى؟ نروح نتعالج بسرعه. المشكله دي عن دون كل المشاكل اللي بنشوفها قنبله موقوته في البيت هتنفجر في وش حد فيكم انتوا الاتنين. ليه بقى؟ الاهالي الناحيه دي مستنيه عيل، اما كانوش يعرفوا ان المشكله حصلت، لو عرفوا ان المشكله حصلت في نوع من انواع الضغط على الاتنين انه لازم يحصل حل للموضوع ده، يا اما اهله
أو أهلها شايفين إنه الطرف التاني هو اللي غلطان، روحوا اتعالجوا أو روح شوف إيه الموضوع ده، ويبتدي يبقى فيه هجوم بيؤدي إلى توتر نفسي بيبوظ إتمام العلاقة أكتر. لو ما فيش هجوم والأهالي ما يعرفوش، في تنشن بينهم هما الاتنين، والتنشن ده بينتج عنه نوع من أنواع التجنب للعلاقة. هو وهي خلاص بقى مش عارفين نحلها، يلا نتبسط ونتفسح ونروح ونيجي ونعمل طب لو هنخلف نعمل إيه؟ نروح نعمل لنا كده طفل أنابيب ولا طفل صناعي ولا أي حاجة، وسيلة مساعدة للإنجاب، بس ما يحصلش إن الألم يدخل في الغطا. وأنتوا مبسوطين مع بعض؟ لأ، أنتوا بتخلفوا فاكرين إيه؟ فاكرين إنه الانبساط اللي إحنا ما عرفناش ناخده لإنه فطرة في البني آدمين ربنا فطرنا عليها، مش هناخده من هنا، هناخده من تربية العيال. تضحكوش على نفسكم، اللي ربنا خلقنا عليه عارف فايدته لينا ايه، الحميمية، المودة، الرحمة. العلاقة نفسها ثبت علميا انها بتفرز في الجسم مطمئنات طبيعية وهرمونات سعادة بتخلينا نستحمل الايام الصعبة مع بعض، بتخلينا نستحمل الطباع اللي ممكن ما نكونش متفقين فيها مع بعض. لكن عدم وجودها خالص بيؤدي الى وجود مشاعر سلبية ما بتبانش قوي، بتبقى فلويد كده، يعني بننتقد بعض على كل حاجة، متضايقين من بعض، بنتخانق كتير. ما انساش مرة دخلوا عليا بقالهم 5 سنين متجوزين ومقطعين بطايق بعض من الخناق، وراحوا لثيرابيست ولايف كوتش ولفوا الدنيا وراحوا وجم، مفيش حد سألهم how is your sex life، وكأني فتحت مغارة علي بابا بس ما فيهاش مجوهرات يا جماعة، فيها خناقات بقى وفيها زعل وفيها شيل من بعض وفيها. فعشان كده اللي عندهم مشكلة في إتمام العلاقة الجنسية لعنصر أنثوي أو عنصر ذكوري لازم يلجأوا للعلاج في أسرع وقت ممكن قبل ما النيران الصديقة دي تحرقكوا انتوا الاتنين.